مرحبا، كيف حالكم؟ إن شاء الله تمام. رجعت لكم بفيديو جديد كتير حلو، رح نستمتع مع بعض. اليوم حنروح على منطقة المعشوقية. هي مناطق السياحية. هلا أنا كنت هنا التلج، طبعا أنا كنت في كرتبة ونزلت على المعشوقية. في فيديو نزل قبل هذا لما كنا في كرتبة، وإحنا نزلنا في نفس اليوم، بس أنا قسمته على فيديوهين. فهنا إحنا في جبل كرتبة، حنروح على منطقة المعشوقية. هذه المناطق السياحية كتير حلوة عن جد. اللي بيجي على تركيا لازم يروح اللي هي الرحلة بتكون سبانجا والمعشوقية وكرتبة، هي بتكون رحلة 3 مع بعض. هيك إحنا بدأنا ندخل منطقة المعشوقية. هي منطقة جبال وشلالات، أكتر إشي فيها شلالات. بس للأسف هلأ مع موضوع كورونا أغلب يعني أو مش كله، كل الكافيهات والمطاعم مسكرة، بس هي فيها أعداد كافيهات تاخد العقل بالمية بين الجبل والمية يعني عارفين والشلالات وهيك. هلا انا هيك رح ننزل عند راس الشلال، بس بدي امشي شوية واوريكم وين اول المية يعني تبدأ تطلع من الجبل، من اول الشلال. هذه طبعا اللي بيجي هنا ممكن يروح لحاله عادي، بس هي برضو في رحل هنا منظمة بتاخد على هي هذه الرحلة. هيك معروفة رحلة سفنجة المحروقية. شفتوا من وين الشلال؟ هنا احنا عملت زوم هيك تشوفوا. هنا بطلع من أول الجبل وبنزل لتحت، طبعا وله تفرعات كتير. تعالوا أوريكم كيف الشلال، وصوت المية بجنن، والمية نظيفة. وشوفوا هاي كلها كافيهات وبتقعدوا كده انتوا تحت المية، بس كلها مسكرة. يعني هذه الكافيهات تخيلوا هيك بالليل وانتوا قاعدين وصوت المية تحتيكوا، اشي رائع. بس كده شوفوا هنا يعني مخرج ثاني للشلال، صوت المية كتير عالي بقى. يعني أي حدا بيجي تركيا، هي مناطق تعتبر سياحية تمام، بس يعني حلوة الواحد يجي حتى لو عايش في تركيا. يعني ممكن الواحد يستمتع شوية استرخاء مع المية، طبعا لما تبقى تفتح الكافيهات. هنا لقيت هدول في واحد من الكافيهات، طبعا هو مسكر، بس لقيت هدول كده محطوطين ورا، حبيت أوريكم إياهم كلهم بالفخار. الأتراك العلم بيستخدموا الفخارة كتير كتير كتير. شوفوا هذه اللي بنسميها قلة، قلات الفخار. تعال شوفي مية من وين جاي الصوت هيك بستمتع فيه. ما شوفوا كيف. هلا انا مش عارفه للدرجه وين بودي اذا الواحد يعني انه عن جد بنزل وبنزل لتحت، ما بعرفش يمكن بنزل ينط المية، مش عارفه بالضبط. شوفوا مثلا هالقعده، تقعدوا هيك معلقين والمية تحتيكوا، يا سلام. فكل شايفين كله اتسكر، كله اتسكر، حتى خسارة مغبر وهيك. عشان يعني الأزمة طولت، يعني أزمة كورونا والدنيا، طب ما يفرجها عن جد. ايش رأيكم بهالمنظر؟ تعالوا نكمل هيك نمشي ونشوف الشلالات. أنا بحب منظر الشلالات كتير، يعني بحب الأشياء اللي فيها مية. شوفوا هذا كيف معلقينه. طبعا هذه هي الكافيهات والمطاعم وإيش في عروض، طبعا كله. يعني كمان الاهتمام بيكون أكتر في الأماكن لما تكون فعلا مفتوحة. المية أصلا طالعة من الجبل من فوق، وإلها طبعا مسارات. شوفوا الدرجة اللي بقولكوا بنزل بنزل تحت أكتر من هداك، يعني هذا درج تاني، وهنا كمان كافيه هيك حاطينه بالنص. طلعت أنا دخلت هذه اللي وريتكوا إياها بالنص. أشوف كيف الشعور. هيك حبيت أوريكم منظر المنطقة كاملة والجبال. الناس تيجي تتمشى شوية هيك، يعني مع إنه كله مسكر، بس لا، في ناس عم تتمشى تتفرج يعني.
هيك عودنا ركبنا وخلاص ونزلنا على منطقة سبانجا. فهنا في برضه منطقة كتير حلوة، كمان منطقة تعتبر سياحية. أول ما دخلنا هيك المنطقة في بعض المحلات اللي بتبيع الأشياء التذكارية، فتعال نشوف إيش في عندهم. في شغلة هيك تذكارية صغيرة. حلو الواحد لما يجي مكان قليل لما يجي عليه ياخد معه شغلة تذكاري، حتى لو إنها يعني سعرها بسيط أو هيك، إنه بتضلها تذكرك إنك لما إجيتي، لما وصلتي هذه المنطقة. وهنا عاد خلاص برضه هنا في المطاعم، الأشياء برضه كالعادة يعني الأشياء البسيطة المفتوحة، إنه مثلا زي محل بوظة هيك، إنه يعني واحد ياخد ويمشي. أما المطاعم نفسها طبعا مغلقة. هنا البحر وشارع طويل كله تمشي، وكله يعني المفروض إنه كله مطاعم برضه، كافيهات وقعدات وللأسف طبعا إنه برضه مغلق. بس شوفوا الجو كان يومها كتير حلو. شوفوا الطيور، أقرب لكم عليهم تشوفوهم زي هدول. شايفين الناس كيف تقعد على الحجر هيك وبتعملي استرخاء. طبعا هنا في بتركبوا اللي بيسموها السلحفة، اللي هي بتركبوا زي عجل البحر، أو بتركبي السفينة وبتعملي لفة. ما طولتش كتير في منطقة سبانجا لأنه أنا أصلا مصورة لكم فيديو قبل هيك يعني من السنة الماضية في هذه المنطقة. هحط لكم إياه فوق هلا هنا أو هنا تشوفوا. يعني كنت مصورة المنطقة بالتفصيل. هلا بس هيك صورت لكم بشكل سريع كيف المنطقة وحلاوتها. وهيك بكون خلص فيديو اليوم. بتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك اشتراك للقناة، وهيك ممكن أقول لكم مع السلامة.